في لحظات كده بتبقى قاعد لوحدك، مفيش حد حواليك، ولا عين شايفاك ولا ودن سامعاك، وربك شايفك وسامعك وعارف كل اللي بتعمله. النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن ذنوب الخلوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيداتي انساتي سادتي عزيزي المستمع. هي الذنوب اللي احنا بنعملها واحنا لوحدنا، اللي بنستسهلها. ما هو مفيش حد شايفني، هعمل كده مره وخلاص، ربنا غفور رحيم. بس تعالى كده بس اقولك انك نسيت ان ربنا شديد العقاب. تعرف ايه اصعب حاجه كمان في ذنوب الخلوات؟ انها بتعلقك بالذنب، خليك تعملها مره واتنين وتلاته وعشرة لحد لما قلبك بيبقى عامل زي الحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال فيجعلها الله هباء منثورا. عارف ليه؟ عشان كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني أول ما يبقى لوحدهم يعملوا المحرمات، ولا كأن في حساب، ولا كأن في موت، ولا كأن في عذاب، ولا كأن في نار. حتى نسأل نفسنا بقى بصدق، احنا بنعمل ايه لما بنبقى لوحدنا؟ موبايل اللي في ايدينا بنستخدمه ازاي؟ بندخل على ايه؟ الليل جه ليه بنطفي النور؟ اقفل الباب ليه؟ وبعدين بنقول احنا كويسين. ازاي كويسين وانت بتعصي اللي شايفك اكتر من اي بشر؟ عارف اكتر حاجة بتبكي ايه؟ اننا ممكن نكون بنصلي ونصوم ونتبرع ونتصدق ونعمل كل حاجة، لكن ذنب الخلوة ده يمسح كل حاجة واحنا مش واخدين بالنا. بس اسمع دي، ربنا كريم قوي، رجوع ليه اجمل من اي لحظة حرام. لو بتقع في ذنب خلوة، قوم اتوضى وصلي لك ركعتين لوجه الله. قول له: يا رب انا ضعيف، يا رب انا راجع لك، يا رب انا تايه، انا عاوز ارجع ليك، انا لا حول لي ولا قوة الا بك يا الله، عاوز ارجع لحضنك، خد بيدي ليك يا رب. الخلاصة كلنا بنغلط وكلنا بنعصي ربنا سبحانه وتعالى، بس الأهم من ده كله نتوب، ونتوب توبة صادقة. اللي بتعمله لوحدك هو حقيقتك. لو كنت بتحب ربنا بجد هتستحي انك تعصيه حتى لو مفيش اي حد شايفك. اكتب لي في الكومنتات، هل حسيت من جواك انك عاوز تتغير ولا لا؟ هل حسيت ان الذنب اللي انت بتعمله في الدنيا ده بيأثر عليك ولا لا؟ لعل ولا عسى كلنا نتعلم من بعضينا. متنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتتابعنا على الصفحات اللي انا هحطها قدامكم دي. السلام عليكم.